جهة طنجة تطوان الحسيمة هي إحدى الجهات الإدارية، تتميز بموقع استراتيجي فريد من نوعه في العالم، وتشكل البوابة الأولى للقارة الإفريقية على أوروبا. وتمتد الجهة الشمالية الواقعة على الجانب الشمالي الغربي لسلسلة جبال الريف على مساحة تصل إلى 17626 كيلومتراً مربعاً، ويقطنها أزيد من 3.5 ملايين نسمة. بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، تزخر جهة طنجة تطوان الحسيمة بمؤهلات طبيعية مهمة، إذ تشكل إطلالتها على كل من البحر الأبيض المتوسط وعلى المحيط الأطلسي، واجهتين بحريتين لها بطول يناهز 450 كيلومتراً. جهة طنجة تطوان الحسيمة غنية بتراث طبيعي متنوع يشكل مجالاً لأشكال مختلفة من الحياة البرية ولأصناف متعددة من الغطاء النباتي، حيث يضم أزيد من 500 ألف هكتار من الغابات المتميزة بموقعها الطبيعي الذي منحها غنى إيكولوجي متنوع، وتتوفر على منتزهات وطنية متعددة، غير أنه أكثر ما يميزها هو وجود منتزه بيقاري يمتد بين إفريقيا وأوروبا. ومنذ عدة سنوات تعززت مؤهلات الجهة الشمالية للمملكة وإمكانياتها الهائلة بفضل العناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمخططات للتنمية المجالية وبرامج لإحداث المناطق الاقتصادية والتجارية في إطار رؤية تنموية شاملة ومتعددة الأبعاد، مما بوأها مكانة القاطرة الاقتصادية والاجتماعية لوضع المغرب في مقدمة البلدان الصاعدة، سواء على المستوى الإفريقي أو بحوض البحر الأبيض المتوسط. وبالفعل تبلورت سريعاً معالم هذه الرؤية التنموية المتبصرة بمختلف حواضر الجهة، لتتبوأ بذلك مكانة مرموقة ضمن الوجهات المفضلة للاستثمارات، وذلك بفضل الجهود الحثيثة التي مكنت من وضع شبكة مواصلات متشعبة ومتعددة الأنماط تجمع بين طرق السيارة والموانئ والمطارات، وشبكة للسكك الحديدية. وهنا يبرز موقع الجهة على أحد أكبر موانئ العالم، ويتعلق الأمر بطنجة المتوسط الذي وضع المملكة على خارطة التجارة الدولية ومكنها من الاستفادة من شبكة الملاحة العالمية العابرة للمتوسط والمحيط الأطلسي. كما تتوفر الجهة الشمالية على بنية مواصلات متطورة تتمثل في أول خط سككي بواسطة القطار الفائق السرعة على المستوى القاري، بالإضافة إلى 3 مطارات مرتبطة بمختلف الوجهات العالمية، فضلاً عن عدد من المنافذ البحرية الحيوية. كل هذه المؤهلات جعلت من الجهة الشمالية بمثابة منصة صناعية ولوجستيكية من المستوى العالي جداً، وأهلها لتكون أرضية لمئات الاستثمارات من مختلف الجنسيات. وتعزيزاً لمسارها التنموي، تتطلع جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى إحداث قطب فلاحي بإقليم العرائش سيشكل بدوره رافعة لدعم الاستثمارات في مجال تثمين المنتوجات الفلاحية وتحسين الجودة. وموازاة مع هذه الطفرة البنيوية والاقتصادية، كرست جهة طنجة تطوان الحسيمة مكانتها كأرضية ملائمة لضمان ازدهار العرض السياحي بفضل مؤهلاتها الطبيعية الغنية وتراثها الثقافي والحضاري العريق، التي تشكل جميعاً عناصر لرأسمال مادي وغير مادي حافل. ولعل هذه الأرضية الغنية وما يرافقها من وفرة العرض السياحي وتنوعه شكلت منذ سنوات محفزاً قوياً لتقاطر الاستثمارات في القطاع وتوجيهها من أجل تلبية حاجيات السياح الذين تتزايد أعدادهم عاماً بعد آخر. كما أن جهة طنجة تطوان الحسيمة صارت خلال السنوات الأخيرة فضاءً مثالياً للعيش بفضل ما توفره من ظروف ووسائل تستجيب لمتطلبات جودة العيش والرفاهية، ما يفسر الإقبال الكبير على الاستقرار في هذه المنطقة. جهة طنجة تطوان الحسيمة، بوابة مغرب التنوع.